السلام عليكم. الدورة ده يا جماعة حاجة حلوة أوي بجد، يعني إحنا ليه ما بنعملوش دايمًا في البيت يعني؟ كتير بنخرج المولات وبنلاقي الولاد بيشبطوا في وجبة الدورة دي، النهارده بقى عملتها لكم بطريقتين، طريقتين أحلى من بعض بجد، سهلين أوي ومغذية جدًا، وخصوصًا بقى بالليل كده في الشتا لمّا نكون يعني مش عايزين ناكل أكلة دسمة عشان ما نتخنش، ممكن ناكل حاجة زي كده تحفة. بس الأول عايزة أعرفكم بنفسي لو لسه أول مرة بتشوفوني، أنا أسماء بحيري، يا ريت بقى ما تنسوش بعد الاشتراك تفعلوا زر الجرس علشان أي وصفة جديدة إن شاء الله أنزلها يجي لكم إشعار بيها. الأول أنا جبت 3 كيزان، هو اسمه كوز على فكرة، ولقيتهم فين؟ عند الخضري، أي خضري كبير، وكمان في الأسواق دلوقتي هي بقت موجودة كتير جدًا أو في السوبر ماركت، جبتهم وقشرتهم زي ما أنتم شايفين كده، وغسلتهم تحت المَيّة كويس جدًا، وبعدين قطعت كل كوز على 3 قطع. وعلى فكرة ممكن تشتروهم من بتوع الذرة اللي موجودين في الشارع، يعني أنا مرة اشتريت كده من واحد بتاع ذرة، بس المرة دي أنا شويته بصراحة ما عملتوش بالطريقة دي، المرة الجاية هعمله لكم بثلاث طرق في الشوي مختلفين، اعتمدت واحدة فيهم عشان عجبتني جدا، بس انتوا برضو هسيب لكم رأيكم حسب رغبتكم. بعد كده بقى جبت حلة مية فيها حوالي مثلا تلتينها مية، وحطيت عليها نص كوباية حليب زي ما انتوا شايفين كده. الحليب بقى هقول لكم فايدته ايه. بس بعد الحليب حطيت نص معلقة ملح ومعلقتين سكر، وسبتهم بقى يغلوا كويس قوي قبل ما احط الذرة. الحليب بقى فايدته في ايه؟ في ان هو بيطر الذرة قوي وبيخلي طعمه مختلف خالص عن اللي بناكله مشوي مثلا او اي نوع تاني. بجد ده بيبقى حاجة وده حاجة تانية خالص. الذرة ده بالطريقة دي مغذي قوي، وهقول لكم في الاخر بقى الاضافة اللي هتخليها وجبة متكاملة بجد. ولا بلاش متكاملة، خلوها مغذية علشان خاطر ابقى دقيقة شوية بس في الكلام. بعد كده بقى هتاخد حوالي نص ساعة الذرة الصفرا دي، لكن لو البيضة اللي احنا بنشتريها من الشارع البلدي بتاعتنا الجميلة دي ممكن تاخد أزيد شوية، بس ساعتها ممكن تزودوا كمان معلقة سكر صغيرة. بعد كده بقى هشيلها من الحلة بعد ما خلاص استوت، ومن غير ما تبرد قوي، يعني يا دوب تهدى كده شوية عشان أقدر بس أمسكها وهي دافية كده. هقسم بقى الذرة ده على طبقين، الطبق الأولاني هعمل ايه بقى؟ هجيب عصيان الشيش كباب اللي انتوا عارفينها دايما، دي اللي بنعمل فيها شيش طاووق وشيش كباب وكده، واحط في كل واحدة كده نص عصاية عشان بس اقدر امسكها منها. ليه بقى؟ عشان انا بعد كده هحط عليها زبدة، وهي كده بقى لسه دافية، والزبدة كده لما نحطها عليها هتسيح ويبقى طعمها حلو قوي. عايزين تنكهوها بأي بقى منكهات، توابل، أي حاجة براحتكم خالص، بس احنا بصراحة بنحبها بالطريقة دي عشان بتبقى مسكرة. دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية بقى هجيب طاسة وعلى نار متوسطة أحط فيها قطعة زبدة بلدي كده حلوة، وبعد كده بقى هفصص الذرة زي ما انتوا شايفين كده، واحطه بقى على الزبده واقلب. دي الطريقه يا جماعه اللي بناكلها كده في المولات، وبيبقوا عاملين بارتيشن كده وبيبيعوا كوبايه بارقام كده خزعبليه. ليه يعني؟ علشان شويه ذره بحته زبده وعليهم شويه جبن. انا بقى هعملها لكم النهارده زي بتاعه المولات واحلى كمان. طبعا الذره لسه دافيه شويه، هي مش هتاخد وقت، تقلبتين تلاتة كده، واحط عليهم معلقتين جبنه كريمي زي ما انتوا شايفين. عايزين تزودوا الجبنه عن كده زودوا، بس انا شايفه ان كده حلو قوي. ورشه بابريكا عشان تبقى زي بتاعه بره بالظبط بنفس اللون. وبس كده خلاص، نغرفها بقى في كوبايات، في اطباق، زي ما انتوا عايزين. الولاد بيحبوها جدا، ريحتها تجنن، احلى كتير من اللي بنشتريها من بره، ده كفايه النظافه. وعايزه اقول لكم ان هي مكلفه في البيت، بس مش مكلفه قوي زي ما بنشتريها من بره خالص، يعني بلاش نشتري الحاجات دي من بره ادام سهله قوي نعملها في البيت. يا رب الدورة بتاعي النهارده يكون عجبكم، والمره الجايه ان شاء الله هنعمله برده بثلاث طرق مختلفه زي ما قلت لكم. ويا رب ما تنسوش بس اللايك عشان تشجعوني بيه، والف هنا وشفا على قلوبكم، وسلام عليكم.